السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فطار او عشاء سريع حلو جدا جدا. هتحضريه في 10 دقايق بمكونات سهلة جدا وممكن تكون موجودة كمان عندك في البيت. انا معايا هنا عيش شامي، تمام، ومعايا بيض وفلفل رومي متقطع وجبنة رومي وجبنة موتزاريلا، وممكن لو عندك اي لانشون بقى بسطرمة موجودة بواقي. وهنا جبت صينية عادية مش ديفان ودهنتها، تمام. الصينية كده تكون إلى حد ما مقاس العيش. وبعد كده بضرب البيض كويس جدا مع فلفل اسود وملح وبضربهم كويس. وبعد كده بجيب الصينية بحطها على البوتاجاز وبحط اول رغيف، تمام. وبعد كده بحط عليه البيض اللي انا ضربته، بحاول ما اخليهوش يجي على الجوانب. وبعد كده بحط الفلفل الرومي والجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي، ولو عندك بسطرمة عندك لانشون اي حاجة هتمشي. بجد حلوة جدا جدا، يعني شبه البيتزا كده او الفطيرة المحشية. وبعد كده بحط الطبقة التانية، بسيبها كده حوالي دقيقة واحدة كده بس لغاية ما البيض يتشمح شوية. وبعد كده بحط الطبقة التانية الرغيف التاني، وبعمل معاه برضو زي الرغيف الاولاني كده برضو البيض والفلفل الرومي والجبنة. بجد حلوة جدا ولذيذة، و10 دقايق هتكوني محضراها وكلها على البوتاجاز من فوق، مش هتحتاجي الفرن خالص ولا الشواية. بجد تحفة قوي. ويا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك عشان يوصله كل جديد، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. وبنزل برضو بالجبنة الرومي والموتزاريلا والفلفل، وممكن تحط كمان شطة براحتك. بجد حلوة جدا جدا، يعني انا قطعتها على 8 قطع، حلوة خالص ولذيذة. بعد كده بحط الرغيف التاني، ودي اخر بقى طبقة معايا. بحط كده على جبنة برضو، وبعد كده بحط البيض، يعني هو انا مش هتفرق يعني حطيت الجبنة الاول او البيض مفيش مشكلة. وبعد كده حطيت اخر طبقة بقى مش هحط عليها اي حاجة. وبعد كده 10 دقايق ببدأ اقلبها على الجنب التاني، بتبدأ تتحمر معاكي وبتتخلع بكل سهولة، يعني مش محتاجة معاكي صينية تيفال ولا حاجة، دي صينية عادية. وبسيبها برضو شوية وبعد كده بتقطعها. بجد حلوة جدا جدا، واي حشو انت تحبيه ممكن تحطيه، لذيذة قوي ومشبعة يعني، وتكفي 8 افراد كمان، حلو خالص. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.